السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة من الحلقات المهمة جدا، وهنعرف خلالها كل ما يخص أدوية الحساسية الموجودة في الصيدلية، وكمان هنعرف أهم عائلات الأدوية المستخدمة لعلاج الحساسية وأهم الجرعات الخاصة بيهم. ولو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا متنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. قبل ما نبدأ في الحلقة لازم نفهم الحساسية بتحصل إزاي. لو افترضنا إن جسمنا دخله ميكروب أو استنشقنا حاجة معينة، فده بالنسبة للجسم شيء غريب أو ما يسمى بالأنتيجين، وبيستقبله خلية مناعية اسمها تي سيل، بتروح لخلايا تانية تكون أنتي بوديز، وبتكونها على خلايا مناعية اسمها ماست سيلز. ببساطة تاني أنا عندي حاجة اسمها أنتيجين، ده جسم غريب. الخلايا المناعية كونت ضده حاجة اسمها أنتي بوديز موجودة على خلية مناعية اسمها ماست سيل. ده بيحصل لأول مرة وما بينتجش منه أي حاجة، لكن لو الجسم اتعرض تاني لنفس الأنتيجين هيحصل حاجة اسمها أنتيجين أنتي بودي رياكشن. والرياكشن ده لما بيحصل خلايا الماست سيل بتبتدي تطلع الميدياتورز زي مثلا الهستامين، ويبتدي الهستامين يروح للأوعية الدموية ويمسك في ال H1 ريسبتور أو المستقبل بتاعه ويعمل فازو دايليتيشن أو توسع الأوعية الدموية، وبالتالي هيسبب الحساسية. خد بالك من الكلام ده لأننا هنحتاجه تاني لما نتكلم عن عائلات الأدوية. خلينا نعرف الأول إيه هي أهم أدوية الحساسية اللي هنتكلم عليها النهاردة. أول حاجة هي الأنتي هيستامينيك، ودي أدوية بتعمل انهبيشن لل H1 ريسبتور واللي بيكون مسؤول عن الالرجيك رياكشن أو حدوث الحساسية. تاني حاجة الماست سيل ستابلايزرز، ودي بتستخدم للوقاية وتحديدا للناس اللي عندها حساسية مزمنة زي مثلا مرضى البرونكيال أزمة أو الربو. تالت حاجة الليكوترين أنتاجونست. ورابع حاجة الكورتيزون، وده دوره بيكمن في إنه بيعمل انهبيشن للأنتيجين أنتي بودي رياكشن. خلينا نمسك واحد واحد ونتكلم عليهم بالتفصيل. أول حاجة الأنتي هيستامينيك دراجز، ودي بتتقسم عندي لثلاث عائلات. أول حاجة الفيرست جينيريشن أنتي هيستامينيك أو الجيل الأول، السكند جينيريشن أنتي هيستامينيك أو الجيل الثاني، الثيرد جينيريشن أنتي هيستامينيك أو الجيل الثالث. بالنسبة للفيرست جينيريشن عايزك تعرف معلومتين أساسيتين عنه. العيلة دي من الأدوية بتسبب النعاس لأنها بتعدي البلاد برين بارير وبتعمل بلوك لل H1 ريسبتور الموجود في المخ. تاني حاجة العيلة دي بتكون شورت أكتنج أو بتشتغل لفترات قصيرة، عشان كده بتتاخد كذا مرة في اليوم، وتكون جرعتها قرص 3 مرات يوميا. أما بقى بالنسبة للسكند جينيريشن والثيرد جينيريشن فالاتنين دول عكس الفيرست جينيريشن تماما. أولا لأنهم ما بيعدوش البلاد برين بارير وبالتالي ما بيسببوش النعاس. تاني حاجة بيكونوا لونج أكتنج، عشان كده تقدر تستخدمهم مرة واحدة بس في اليوم. وطبعا السكند جينيريشن والثيرد جينيريشن أفضل بكتير من الفيرست جينيريشن. طيب دلوقتي إيه فايدة الفيرست جينيريشن طالما هنستخدم السكند والثيرد؟ عادوا كلهم بيستخدموا كأوف ليبل لحاجات تانية. يعني مثلا أول مادة معانا وهي الدايمين هيدرينيت، دي بتكون موجودة في دواء اسمه درامينكس، لكنه ما عادش بيستخدم للحساسية وبيستخدم أكتر لعلاج الموشن سيكنس أو الدوار. تاني مادة وهي الكلورفينرامين، ودي ما زالت بتستخدم للحساسية عادي، وهتلاقيها موجودة في أصناف زي الأنالارج والألرجيل. تالت مادة السايبروهيبتادين، ودي هتلاقيها في صنف معروف جدا وهو الترايكتين، وده دلوقتي عاد بيستخدم كفاتح للشهية وما عادش بيستخدم قوي للحساسية. رابع مادة وهي الفينرامين، ودي هتلاقيها في صنف واحد بس وهو الأفيل، ودي بتكون في صورة حقن، ودي تعتبر حقن الأنتي هيستامينيك الوحيدة المستخدمة. خامس مادة وهي الهيدروكسيزين، ودي هتلاقيه في صنف معروف وهو الأتراكس، وده في ناس بتستخدمه للحساسية وبعض الناس ممكن يستخدموه كمنوم في بعض الحالات. المادة اللي بعد كده وهي الدايميتندين، ودي برضه ما زالت بتستخدم وبتوصف للحساسية، وهتلاقيها في صنف معروف جدا وهو الفينستيل، وتحديدا النقط منها، لأن ده يعتبر دواء الحساسية من عمر يوم ويعتبر آمن جدا في الأطفال. سابع مادة وهي الميكليزين، ودي هتلاقيها في أصناف زي النافوبروكسين بلس والنافيدوكسين، وبيكون مضاف عليهم الفيتامين بي 6، وبيستخدموا لعلاج الفوميتنج عند الحوامل ويعتبروا آمنين جدا في الحمل. آخر مادة وهي السايكليزين، وده هتلاقيه في صنف زي الإيميتريكس، وبرضه بيستخدم لعلاج الفوميتنج خلال فترة الحمل.
خلينا بقى نروح للسكند جنريشن انتي هيستامينيك، ودي زي ما قلنا إنها بتستخدم مرة واحدة يوميا وما بتسببش النعاس. أول مادة فعالة وهي اللوراتيدين، ودي هتلاقيها في أصناف زي الكلاريتين، اللورانو، الموسيدين، اللوراتيدين. أهم واحد عايزك تعرفه فيهم وهو الكلاريتين، وخد بالك إنه يعتبر آمن خلال فترة الحمل ويعتبر كاتيجوري بي. تاني مادة وهي الستريزين، ودي هتلاقيها في أصناف معروفة جدا زي الزيرتك وده يعتبر أهمهم، والألريد، والهيستازين، والستراك. وبرضه المادة دي تعتبر آمنة خلال فترة الحمل. تالت مادة وهي الإيفاستين، والمادة دي هتلاقيها موجودة في أصناف زي الأستين، إيفاستين، والإيفاستين بورج. أهم صنف لازم تعرفه فيهم هو الإيفاستين. نروح بقى للثيرد جنريشن أنتي هيستامينيك، والعيلة دي ميزتها برضو إنها ما بتنيمش لأنها ما بتعديش البلاد برين بارير. والميزة اللي في الثيرد جنريشن إنها بتستعمل للأطفال أكبر من 6 شهور، بعكس السكند جنريشن اللي بتستعمل للأطفال أكبر من 2 سنين. وخد بالك إن جرعتهم برضو بتكون قرص مرة واحدة يوميا. أول مادة فعالة معانا وهي الفيكسوفينادين، والمادة دي خد بالك إنها بتنزل بتركيزين معروفين، هما ال120 وال180، وفي بعض الشركات بتعمل منه تركيز ال60، لكن الأشهر هما اللي فاتوا. وهتلاقيها في أصناف زي التلفاست، الفيكسون، الفاستل، والألرفين. أهم واحد عايزك تعرفه فيهم هو التلفاست. تاني مادة فعالة وهي الليفوستريزين، ودي بتكون الأكتيف فورم من الستريزين، وهتلاقيها في أصناف معروفة زي الليفوهستام، الليفست، الليفوكتيفان، والألير. أهم واحد عايزك تعرفه هو الليفوهستام، وعايزك تعرف برضو إنها آمنة خلال فترة الحمل وتعتبر كاتيجوري بي. آخر مادة وهي الديسلوراتيدين، ودي برضو تعتبر الأكتيف فورم من مادة اللوراتيدين، وهتلاقيها في أصناف مميزة جدا، أهمها الإرياس، والديلاريكس، والديسا، والفرنيلار. أهمهم هو الإرياس ويعتبر الأشهر فيهم. وبكده نكون عرفنا كل المواد الفعالة الموجودة في الأنتي هيستامينيك، وخلينا نروح لعيلة الماست سيل ستابلايزرز. والعيلة دي بتمنع الميدياتورز زي الهستامين والليكوتراينز إنها تخرج من الماست سيل، وبالتالي هتقلل من الألرجي والإنفلاميشن. والعيلة دي جرعتها بتكون قرص مرتين يوميا. طبعا أهم مادة موجودة في العيلة دي هي الكيتوتيفين، ودي اللي أنا عايزك تعرفها. وأشهر الأصناف الموجودة فيها هي الألربان اس ار، الزاديتين، الكيتوتي فاركو. أهم واحد عايزك تعرفه هو الألربان اس ار. نروح بقى للعيلة التالتة وهي الليكوتريين أنتاجونست، والعيلة دي بتشتغل عن طريق إنها بتمنع خروج الليكوتريينز من داخل الماست سيلز والإيزينوفيلز، وده عن طريق إنها بتقفل المستقبلات أو الليكوتريين ريسبتورز اللي بتكون موجودة في البرونكيال تيشو. عشان كده إحنا بنستخدم العيلة دي في حالات البرونكيال أزمة أو الربو عشان نمنع البرونكو كونتراكشن. المادة الوحيدة اللي عايزك تعرفها في العيلة دي هي المونتلوكاست، ودي بتنزل بتركيزين، هما ال4 مللي جرام وال10 مللي جرام، وفي شركات بتنزل بدل ال4 مللي جرام 5 مللي جرام. وهنلاقيهم في أصناف زي الكلير إير، الكاست، الليلي بيل، المونتيكال، السنجولير، السيدوكاست، والأزماكاست. أهم واحد عايزك تعرفه فيهم هو الكلير إير، ودول جرعتهم بتكون قرص مرة واحدة يوميا. نروح بقى لآخر حاجة وهي الكورتيزون، وبيتقسم عندي من غير أي تفاصيل إلى شورت أكتنج وده بيقعد فترات قليلة في الجسم، وانترميديت أكتنج وده بيقعد لفترات متوسطة، واللونج أكتنج وده اللي بيقعد لفترات طويلة. أول حاجة الشورت أكتنج، وده أنا عايزك تعرف مادة واحدة بس وهي الهيدروكورتيزون، ودي بتنزل في صورة حقن ومراهم، أهمها حقن السولوكورتيف والهيدروكورتيزون. وخد بالك إننا ممكن ناخدها مع حقن الأفيل في حالات الحساسية الشديدة، بس كل حقنة بتكون منفصلة عن التانية. تاني حاجة الانترميديت، وعايزك تعرف فيها مادة مهمة جدا وهي البريدنيزولون، ودي هتلاقيها في أصناف معروفة جدا زي السولوبريد، الديسبريلون دي، الإيبيكوبريد، الزايلون، البريدنيزولون، والهوستاكورتين اتش.
أهم واحد عايزك تفتكره هو السولوبريد، وبيستخدموا أكتر في حالات التهاب الشعب الهوائية أو مثلا في حالات الأوتو إميون ديسيزز. في مادة برضو تبع الانترميديات أكتنج وهي الترياميثينيلون، ودي هتلاقيها في صنف اسمه كيناكورت، وكان بيتعمل منه حقن زمان بنفس الاسم لكن ما عادتش بتنزل، وهنلاقيها برضو في حقن اسمها أمسينول وإيبيريليفان. نروح بقى لآخر حاجة وهي اللونج أكتنج. أول مادة فعالة وهي الديكساميثازون، ودي تعتبر من أشهر المواد الفعالة، وبتنزل في صورة أقراص زي الديكسازون والميثابيوجين والدلتازون، وبرضه بتنزل في صورة حقن زي الديكساميثازون، ليبيدرون والجيكتاكورتين. وبرضه ممكن تستخدمها مع حقن الأفيل في حالات الحساسية الشديدة، وكمان بنحطها مع حقن الحديد في المحلول عشان لو الشخص عنده حساسية من الحديد. تاني مادة وهي البيتاميثازون، والحقنة دي بتقعد لفترات طويلة ممكن توصل لشهر أو أكتر، وعشان كده الحقن دي بتوصف أكتر للناس اللي عندها أوتو إميون ديسيزز أو أمراض مناعية زي الروماتويد أرثرايتس، وهنلاقيها في صورة حقن بس، أهمها البيتافوس، الديكساجلوب، والديورافوس، والدبروفوس. وخد بالك إن الحقن دي لا توصف إلا عن طريق الطبيب المتخصص بس. وبكده نكون خلصنا كل أدوية الحساسية الموجودة في الصيدلية، وأتمنى إنكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة دي. ويا ريت لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا شير ليها مع أصحابكم، لأن ده بيساهم في نشر الحلقة ووصولها لأكبر عدد من الناس عشان يقدروا يستفادوا منها. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.